يا أخي اسمك لو تسمح؟ محمد حسن. محمد حسن من؟ الفكي علي. أنت اللي اشتريت البنت؟ إيه. طيب كيف وصلها؟ أنا اديته كان ظروفه صعبة ما بيسمعه، جاء مع مرض ولا معاه يعاني لبيته ولا يعالج مرضه ولا معاه حاجة. من المريض؟ ها؟ من المريض؟ مرض زوجته. مش مرضه؟ مرض صراع. طبعا هذه زوجته الثانية مش زوجته أم البنت، هذه زوجته الثانية اللي قد زوجها بعد الله. زوجته الثانية وأمه كانت تعبانة وابنه من المرض الأولى تعبان. هو إنسان مستضعف ما معيش ولا شيء. أنا قلت فعلت واجب هذا فعلت خير وصلها هذه بيد الزلمة البيت هذه وما فعلش لا مبيع ولا حاجة، قال لي هذه لك. أبيك تجي عنده. طيب والورقة اللي بينكم؟ ورقة بيننا ما في ورقة. إلا بورقة كيف؟ احنا نشتري هذه الورقة ندي هذه الورقة تسلمها لنا وعملنا الآن ورقة التزام منك ومنه عدم تكرار مثل هذه الأشياء، لأنه هذه أشياء يعني تدخل بالإنسانية، هذه خارجة عن نطاق القانون وبالنسبة للمبلغ الذي دفعته يعني احنا مستعدين نرجع لك البيس هذه على أساس ما تكررش مثل هذه القضايا. هذه المرة بتكون لك ولغيرك، إنه الآن بنتعاطف معكم إنسانيا، لكن المرة الثانية بيتخذ معكم قانون، والقانون يقرر مثل هذه الأشياء، هذه متاجرة بالبشر. احنا بالنسبة لنا ما حيش متخذين لها تجارة. المهم احنا الحمد لله نحن توصلنا لك وتوصلنا لوالد البنت وتوصلنا للبنت وأعدنا البنت إلى بيته، والآن منتظرين منك بس تدلنا الورقة ونكمل الإجراءات وتعملوا لنا التزام قدام الناس جمعة. والدكتور يعني الشكر الكبير نوجهه أولا للدكتور عبد الله الدكتور أحمد عبده الحكمي، هو الذي وصلنا إلى هذه المنطقة، والأستاذ بتعاون الأستاذ لطف مدير مكتب حقوق الإنسان بمديرية القفر. احنا جميعا أتينا لحل القضية إنسانيا، يعني قبل ما يهمنا أي شيء أنه نحل القضية إنسانيا وعدم تكرارها سواء في هذه المنطقة أو في منطقة أخرى. وهنا حضر الورقة الآن. ولا نسمح. طيب تجيب لنا الورقة والدكتور الآن بيخليك تعمل التزام. نسمح لأي أحد يعني أن يمارس مثل هذه الأشياء. الآن حضر الورقة.